تروب وجهازه المعاون يغادرون إلى الدنمارك في أجازة قصيرة. الجهاز الفني قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام، وذلك بعد عودة الفريق من المغرب صباح اليوم. ياسين مرعي تعرض لإصابة بكدمة في مشط القدم خلال أحداث المباراة. الأهلي بيبدأ أعمال الصيانة بملعب التتش ونقل تدريباته إلى مدينة نصر. تقرير الحكم أحمد الشلماني ذكر أن المباراة انتهت بشكل طبيعي بالتعادل الإيجابي بين الجيش الملكي والأهلي بنتيجة 1-1، بس ما كتبش في التقرير إن المباراة شهدت رمي زجاجات بلاستيكية ودخول كرات إضافية إلى أرضية الملعب. لاعبي فريقنا ينضمون إلى معسكر المنتخب الوطني في قطر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب. عمرو السولية عبر قناة الكاس: كنت أتوقع تقدير أكبر من إدارة النادي، ورحيلي جاء بقرار منهم وليس من المدرب بهدف بناء فريق جديد. كنت أتمنى تكريما في كأس العالم للأندية، لكن للأسف لم يتواصل معي أحد لشكر ما قدمته قبل رحيلي. الأهلي يجهز ملفا خاصا يحتوي على 3 شكاوى للكاف بعد أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي. أشرف بن شرقي يعاني من آلام أسفل عضلة الفخذ. محمد شريف تعرض لكدمة في عظمة الحوض من الجزء الجانبي والأمور جيدة بالنسبة ليه. تريزيجيه تعرض للإصابة في الرأس بالآلة الحادة والحالة الآن جيدة، والجهاز الطبي تعامل معاه بشكل سريع معاه داخل الملعب. الثلاثي أشرف بن شرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان حصلوا على إذن من الجهاز الفني للبقاء في المغرب. شركة تذكرتي تعمل على إلغاء الطباعة والحجز إلكترونيا، وسيتم تخفيض أسعار التذاكر. يوسف البلاوي الأمين العام لفريق الجيش الملكي المغربي عبر قناة أون: نعتذر للأهلي وجماهيره، وما حدث خلال المباراة لا يمثل جمهور الجيش الملكي الحقيقي، بل بعض الفئات المحسوبة على النادي، وما حدث يعود إلى حالة الاحتقان بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية التي نتعرض لها مؤخرا. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. شكرا.